وصفة النهاردة من أحب الوصفات إلى قلبي، بجد بجد وصفة في منتهى السهولة والبساطة، وبجد فخمة جدا، يعني بجد تشرفك قوي. حاجة كده شياكة وفخامة في الأكل بجد. كفتة الحاتي والرز بتاعها على طريقتي، بجد هتتبسطي قوي من الوصفة النهاردة. كمان لو عندك ضيوف جولك فجأة مش هتاخد منك الوصفة أكتر من ساعة. طب لو انت متأخرة وفي مشوار ومثلا ما لحقتيش ان انت تطبخي، برضك الوصفه بتاعت النهارده هي المنقذه بالنسبه لك في الوقت ده. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، وكمان كفته كده مشويه على الفحم، يعني حاجه كده ما شاء الله، يعني ريحه وطعم بجد تحفه. شويه رز ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عسل. عملنا الطحينه كمان، وعملنا كمان سلطه الزبادي، يعني سلطه طحينه وسلطه زبادي وعصاير كده زي ما احنا شايفين. ما شاء الله عملنا الفطره باللبن مع شويه فواكه، وكمان عملنا عصير كده مميز. هتشوفوا الخطوات معاكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا كده معايا بصلتين متوسطين. انا يعني هقطعهم كده مكعبات او بطريقة عشوائية، علشان انا اصلا هفرمهم في الكبة. وطبعا هاخد البصل بس، او التفل بتاع البصل، مش هاخد المية بتاعت البصل. هفرمهم كده ناعم زي ما انتم شايفين، وبعدين هحطهم في المصفى واصفيهم علشان اخد الميه بتاعه البصل. هركنها على جنب طبعا. زي ما احنا عارفين ممكن ان انا اصبع بيها، ممكن اصبع بزيت عادي، يعني مفيش اي مشكله. طيب صفينا كده زي ما انتم شايفين. نعصر قوي، اهم حاجه تعصري الميه دي بالذات، يعني الميه ديت علشان ان انت سبتي ميه البصل ديت ممكن الكفته تفك منك. معايا كده شويه من البقدونس، خدت منهم بس الورق بتاعهم، يعتبر الورق بتاعهم، وقطعتهم كده. وحطيت معلقه كبيره من الملح، وحطيت معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت معلقه من البابريكا، وحطيت شويه كده من بهارات اللحمه او السبع بهارات. هقلب المكونات كده كلها على بعضها، وبعدين هجيب حته دهن كده، حته دهن او حته ليا او من الدوش، وفرم يعني انا بشرتها كده بالمبشره، وحطيت كده 3 فصوص توم، وقلبت كويس قوي، واديتها كمان تقليبه كده في الكبه علشان كل المكونات بتاعتي يعني تمسك في بعضها كده، واللحمه يطلع لها نسيج علشان ما تفكش مني. زي ما انتم شايفين، يعني يا دوب كده ايه لفتين بس كده في الكبه. الكبه بتاعتي كويسه بس صغيره شويه، وسكينه واحده، فيعني على قدها شويه. بعد كده مسكتها كده عجنتها كويس قوي، علشان برضو زي ما انا قلت لكم يطلع لها نسيج. اللحمه بتاعتي او الكفته بتاعتي يطلع لها نسيج كده زي ما انتم شايفين. عجنتها كويس قوي، سبتها ترتاح كده بتاع يجي نص ساعه او تلت ساعه يعني في التلاجة. وبعدين بدات ان انا اجيب زيت، وصبعت بالزيت. النهارده انا حبيت ان انا اشمع كده بالزيت. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الكفته ما بتفكش خالص، ما حطيتش بيكنج باودر، ما حطيتش دقيق، ما حطيتش نشا، يعني ما حطيتش بقسماط ولا اي حاجه خالص. هي دي كفته الحاتي، مش اكتر من التفل بتاعت البصل وفلفل اسود، وانا اضافه كمان من عندي حطيت البابريكا. بس طبعا لازم نحط شويه من بهارات اللحمه او السبع بهارات. زي ما انتم شايفين اهوت انا صبعتها كويس قوي، وما بتنزلش من السيخ ما شاء الله. وهنروح بقى ايه، هسيبها برضو ترتاح شويه كده على ما نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هعمل الرز بتاعي. معايا كده ايه حلة على البوتاجاز، وهحط فيها كده شوية زيت زي ما احنا شايفين، مش كتير يعني، شوية صغيرين كده على حسب الرز اللي معاكي. حطيت بصلة كده مفرومة ناعمة، هديلها تشويحة كده او تقليبة. وحطيت قرن فلفل صغير، نص قرن شطة، ونص قرن فلفل عادي. حطيت ليمون لومي 2، وحطيت حتة قرفة، وحطيت عودين قرنفل، و3 فصوص حبهان، وشطة من الحمراء اللي هي الناشفة. حطيت ده طبعا الشطة ديت اختياري، يعني براحتك انت. احنا بنحب الحاجه ايه سبايسي شويه. حطيت كده البهارات التانية، حطيت معلقه من الملح، ونص معلقه كده من الفلفل الاسود، واللي انتوا شايفينهم دول 3 الوان. في غروب الشمس حطيت ربع معلقه، ومعلقه مليانه من الكركم، ونص معلقه من البابريكا. قلبتهم كويس قوي، شايفين الريحه طالعه تحفه يا جماعه. هنا الرز بتاعي 3 كوبايات رز، حطيت لهم 5 كوبايات ونص من الميه. هو المفروض الكوبايه ليها كوبايتين ميه، انا حطيت لهم كلهم 5 كوبايات ونص، كان ممتاز. والحبايه كده سايبه من بعضها. دي ما شاء الله ايه حطيت شويه من الزبيب، كنت نقعاهم في ميه سخنه، حطيتهم كمان. وده 2 حبه مرقه دجاج، دوبتهم بقى في الميه او المقدار الميه بتاع الرز بتاعي. وحطيت كده بقيه الميه بتاعتي، يعني المقدار بتاع الرز حطيته زي ما أنا قلت لكم 3 كوبايات رز، حطيت لهم 5 كوبايات ونص من الميه.
ما شاء الله. بصوا بس حابه اتنطروا مني كده غصب عني على البوتاجاز، نضفتهم ما فيش مشكله يعني. الرز ما شاء الله استوى وريحته تحفه والله العظيم يا جماعه، ده يعني انا بحب اعمل الرز كده على مزاجي. يعني ايه، بصوا حاطه حاجات زياده حاجات اقل، بس هو ده من وحي خيالي. ماشي، النهارده هنعمل ايه كمان؟ عصير البرتقال مع الفراوله، يعني عصير برتقال وفراوله وحبه صغيرين خالص من الفانيليا. هنروح بقى بعد ما حطينا الكفته بتاعتنا على الفحم. ما شاء الله انا بحب بشوي في حله كبيره كده، يعني عندي حله المونيا كبيره، حاطه فيها شويه من الرماد او الردم وبشوي فيها. ما شاء الله الكفته طالعه تحفه، وكمان ريحتها جايبه لاخر الدنيا. حطيت كده ايه في عصايه الشيش شويه خضار كده، قلت ايه يعني يتبلوا كده او يتشوم، نزوق بهم الاكل كده زي ما انتم هتشوفوا. هنا عندي الفطرة، انا بحط الفطرة كده زي ما انتم شايفين، بغلي اللبن وبحط عليه الفطرة بس، وبتبقى كده جاهزة. وبعد ما تهدى شوية اللبن طبعا مغلي، بحط لها شوية ايه فواكه كده مشكلة، كان خوخ وفراولة وموز. وبس كده بقى عندي طبعا التمر بالحليب بقى جاهز بالفواكه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله طعمه بيبقى خيال والله يا جماعه. احنا بنحب التمر باللبن وبنحط عليه فواكه، يعني ايه تكسر التسكيره بتاعه الطعم كده، بتبقى تحفه بجد. والعصير بتاعي جهز، الفراوله على الفراولة على البرتقال، ما شاء الله ميكس كده بيبقى تحفة بجد، وكله غذا كمان وفوائد. هنعمل مع بعض ايه سلطة الزبادي، عبارة عن 3 مكونات بس. انا عندي اللبن الرايب حطيت كده بمقدار كوباية، وحطيت بتاع 3 فصوص توم وشوية من الملح بس. هي دي سلطة الزبادي وكانت تحفة. حابة تزودي خيارايه كمان حطي، او نص خيارة مفيش اي مشكلة. بس سلطة الزبادي دي كانت جميلة جدا، انا حطيتها قدامي وفضلت اكل منها لوحدي بجد. وطبعا كنت عاملاها ايه سلطه الطحينه، عاملاها معاكم قبل كده في القناه كذا مره. هنا كده الرز بتاعي خلاص خلص، والكفته اتشوت، ما خدش وقت خالص خالص لا ده ولا ده ما شاء الله. هنغرف كده زي ما انتم شايفين اهو. الرز ما شاء الله حبايه من حبايه مفلفل زي ما بيقولوا عليه عندنا. كمان حطيت كده شويه سوداني، حمصتهم كده في معلقه من الزبده وحطيتهم على الوش كمان كده ايه منظر وطعم وحلاوه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كفته بجد ذهبيه وريحتها تحفه. بس عندي الاضاءه للاسف مش متوزعه كويس في المطبخ، يعني الاضاءه يعني اللمبه تتحرق هنا ولمبه تتعمل هنا، بجد الاضاءه عندي متبهدله اخر بهدله. فدايما تلاقي الاضاءه عندي يا الابيض قوي يا الغامق قوي، يعني ربنا يسهل ونظبط الاضاءه. زي ما انتم شايفين كده تحفه قوي والله العظيم يا جماعه، جميله وريحتها تحفه. وكمان يعني ما خدتش وقت خالص على فكره، هي ما قعدتش تلت ساعه على الفحم، يعني تلت ساعه كانت استوت. 10 دقايق على اليمين و10 دقايق على اليمين، ما شاء الله كانت استوت وجوسي كده وطعمها خطير. سلطه الزبادي وسلطه الطحينه حلوه قوي برضو، جربوا الوصفه النهارده بجد هتعجبكم قوي. إيه كمان هنا زي ما انا قلت لكم الكوكتيل تحفه والله، اللي هو التمر بالحليب. ما شاء الله عند الحليب بلدي كده، اللي هو الحليب الفلاحي ده حلو قوي، بيبقى دسم كمان، بيدي طعامه وحلاوه حلوه قوي. والعصير زي ما انا قلت لكم ما شاء الله الاكل جميل، ووجبه منقذه حلوه قوي. ما تنسونيش باللايك يا جماعه، بالله عليكم حطوا لي لايك وشجعوني. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هجاوب او هعمل لكم فيديو عن الجبنه القريش، واتسالت على حاجات كتير مهمه هعملها لكم. والفيديو اللي بعده يبقى رقاق كده على الطاسه، رقاق حلو قوي للسحور ان شاء الله. انتظروني كل يوم، بس شجعوني بلايك واسالوا عليا، يعني لو غبت عنكم ولا حاجه ابعتوا لي كده في الكومنتات وقولي فينك يا نعومه كده، علشان نفسي تتفتح وارجع لكم تاني. مع السلامه.